معكم المواطن بندر السالم من اهالي الكسره. احنا بالنسبه للحواضن، عندي ابن اخوي حاطين احنا بالحواضن، خدمتهم كويسه وزينه وما يقصروا مع حدا، ونطالب بالنسبه للمنفسه، لان ما بدير الزور منفسه كامله الا بتحويل على الرقه، والعالم ما عنده تكلفه، والتكلفة المنفسة اليوم باهظة بالنسبة ولكن أمورنا هنا زينة بالنسبة للحواضن، ما قاعد يقصرون. أنا قبل هالمرة جيت جبت ابني هنا على الحواضن وما قصروا وياه، وهسه حاط ابن أخوي بالحواضن وأموره زينة وهاي ودعمهم بس، ولكن نطالب يعني بدعم الحواضن أكثر من اللازم، يعني بجهات أطباء ولا ممرضين ولا كل شيء، لأن العالم ما عندها، بل ضعيفة المادية، ضعيفة عند العالم. وبس نطلب انه مثل جهاز المنفسه، لان قاعد يحاولون على الرقه العالم، ما بيها بدير الزور بشكل عام منفسه، ما بي قطعا الا تحويل على الرقه. الممرض حسوني علاء المحيسن، مشفى الكسرة العام في قسم الحواضن. طبعا قسم الحواضن يضم عندنا 8 حواضن، كلهم ان شاء الله تحت الخدمه، ويضم عدد من الاطباء. طبعا يغطي تقريبا ريف دير الزور الغربي، وتقريبا من الشرق احيانا يعني يجي مرضانين، مع تقريبا الزيارات الاطفال يعني تقريبا شيء 8 9، واحيانا يعني اللي يغطي القسم بنضطر نحول برا على المشافي الثانيه، يعني على المحيميده، على الجزره، نحول بعض الاطفال. ليش؟ لانه يكون عدد سكر عندنا. يعني نقدم للاطفال كل شيء يلزم، من ادويه، من سيرومات، تقديم وجبات ارضاع للاطفال كامل ان شاء الله، علاج ضوئي مع مراقبه الاطباء. يعني ممرضين 6 والاطباء بالتناوب 4. نطالب بتوسيع قسم الحواضن وزياده عدد الكادر، لانه احيانا نضطر نحول بعض الاطفال برا، والوضع المعيشي شايفين انه صعب يعني، وهذا عبء على الاهل، يعني ما قام يتحملون الشيء هذا. ونطالب انه توسيع قسم الحواضن وزياده عدد الحواضن والكادر الطبي.